أنا آسف والله، دي هعمل لكم دوشة يعني. انتوا فيكم اللي مكفيكم. هو أنت فين أبوك ولا إخواتك؟ أنا ما عنديش إخوات، ما عنديش غير خالتي بس، ورجعت اسكندرية يا وجوز. وأبويا مش موجود. الله يرحمه؟ لا هو الله يرحمنا، إنما هو ما تجوزش عليه الرحمة. ليه يا حبيبي بتتكلم على أبوك كده؟ هو كان مطلق أمك ولا في مشاكل بينهم ولا حاجة؟ لا، أنا أبويا راجل ندل. أمي حملت منه ما اتجوزهاش، باعها وباعني أنا كمان من قبل ما أجي الدنيا. أنا طول عمري نفسي أعرف فين أبويا. دلوقتي لأ، كل اللي عايزه إن أمي ترجع لي. أمي كانت كل حاجة بالنسبة لي، كانت الحضن اللي مفتوح لي طول الوقت. ادتني عمرها كله وسابتني للدنيا ببهدلة. بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس ايه اللي حصل لعايدة ده يا جعفر؟ بس يا حبيبي، بس. بتعملي ايه يا سرايا؟ بعمل ايه؟ فين جعفر؟ مش هنا. بتخوني جعفر في بيته يا سرايا؟ بخون مين؟ انت اتجننت؟ انت دخلت بيت الاشباح برجلك يا روح امك. اشبح؟ تعال تعال اقعد قدامي. امه ميته، حرام عليك، استنى. ما انا ابويا ميت وما بخونش جعفر في بيته يا سرايا. اخون مين بس؟ حرام عليك، ما تقولش كده. سيب الواد. سيب الواد، حرام عليك، حرام عليك يا سيد. استنى بس، استنى بس يا سيد. الواد ما عملش حاجة يا سيد، ده عيل صغير. استنى اقف انت لسه بتدافع عنه. سيبه، حرام عليك، انت مش فاهم حاجة، انت مجنون. سيب الواد، سيبه. دامي دامي اه قوم يالا يا منس. يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي، سيب الواد. يا لهوي، ايه يا واد؟ بتعمل ايه؟ بقول لك سيب الواد، حرام عليك، امه كانت لسه ميتة وبيعيط عليها. انت بتلغوشي عشان اللي شفته فوق يا سرايا. يا حبيبي، قوم قوم، امشي امشي يا ابني. خد يا خد يا بنت هنا. امشي يا حبيبي. الهانم كانت في حضن الواد ده فوق في شقة جعفر وانا مسكتها. والله يا حاجة ما ده اللي حصل، الواد كان بيعيط على امه وانا كنت بطبطب عليه. لا يا سرايا كان في حضنك. حرام عليك. بس يا اخويا اهو يا اما انا ما رضيتش امد ايدي عليها عشان لما يجي جعفر هو اللي يذبح. عين العقل يا اخويا، عين العقل هيذبح. ابتلاء. شفتك ولا ما شفتكيش؟